السلام عليكم شباب تالتة ثانوي 2024. إن شاء الله ده الفيديو الأول لشرح منهجك مادة الفيزياء. عايزك تتابع معايا الفيديو بتركيز كده وتديني 100% من تركيزك علشان تفهم كل معلومة بالتفصيل. خلي بالك عندنا في الفيزياء اللي بيفرق ما بين الطالب والتاني هو الفهم. أنت فاهم المنهج صح ولا مجرد حافظ قوانين وحافظ المنهج وخلاص؟ في النهاية اللي بيساعدك في حل الامتحانات في النظام الجديد إنك تكون فاهم التفاصيل وفاهم هو بيسأل في إيه بالظبط. وعشان تفهم تفاصيل الأسئلة وتفهم هو سائل في إيه لازم الأول تفهم تفاصيل الشرح. يلا بينا كده نبدأ منهجنا ونسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم مع أول حصة في منهجنا. صلي بينا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ويلا بينا نبدأ بقى. زي ما قلت لك يا شباب إن ديت كده المحاضرة الأولى بتاعتنا في شرح المنهج. هنتكلم فيها عن حاجة اسمها التيار الكهربي. ركز معايا بقى، موضوع سهل وبسيط ولكن محتاج تركيز من البداية. هنروح للفايل بتاع المحاضرة بتاعتنا. هنتكلم هنا أولا عن التيار الكهربي كتعريف. هو يعني إيه تيار كهربي؟ هنكبر لك بس كده الصورة علشان تبقى شايف كويس. ركز معايا بقى. هو يعني إيه أصلا التيار الكهربي؟ تعريف التيار الكهربي عندنا بيقول لي هو فيض، يبقى أول كلمة كده هو فيض. طب يعني إيه كلمة فيض؟ كلمة فيض يا شباب معناها كم ضخم جدا أو كمية كبيرة جدا من حاجة معينة. يبقى كلمة فيض معناها زي ما احنا بنقول كده مثلا فيضان نهر النيل زمان لما كان بيتملى من المية كان بيغرق الضفتين حواليه فكنا بنقول حصل فيضان. يعني كلمة فيض بقى جاي من فيضان ده. طب يعني ايه كلمة فيض؟ زي ما قلت لك كلمة فيض معناها كم كبير جدا أو كم ضخم جدا من حاجة معينة. يعني لما أقول لك هو فيض من الشحنات الكهربية، تفسير ده إيه؟ تفسير ده هتقول لي يا مستر ده معناه إن هو كم كبير جدا من الشحنات الكهربية ديت. طيب أول كلمة عرفناها اللي هي كلمة فيض. تعال بقى نشوف الكلمة التانية اللي هي الشحنات الكهربية. هو يعني إيه شحنات كهربية؟ شحنات كهربية يا شباب يعني شحنات يا إما موجبة يا إما شحنات سالبة بتتحرك. يبقى أي شحنات سواء كانت موجبة أو سالبة بتتحرك بتديني تيار كهربي فبنسميها شحنات كهربية. خلي بالك بقى، قال لك هو فيض من الشحنات الكهربية. بتفسيرنا للمفهوم ده كده معناه هو كم ضخم جدا من الشحنات الكهربية تسري يعني ماشية عبر الموصلات. يعني إيه الموصلات بقى؟ خلي بالك الموصلات هي مواد جيدة التوصيل للكهرباء. يبقى نقول التيار الكهربي تعريفه تاني هو فيض من الشحنات الكهربية. يعني كمية ضخمة جدا من الشحنات سواء كانت سالبة أو موجبة الشحنة تسري يعني ماشية عبر مقطع من موصل أو عبر الموصلات. خلي بالك بقى هنروح للتعريف التاني عندنا وهناخد الموصلات كده بشيء من التفصيل. هو يعني إيه موصلات أساسا؟ لسه قايل لك إن الموصلات ديت هي مواد جيدة التوصيل للكهرباء. طب هي ليه أصلا جيدة التوصيل للكهرباء؟ من التعريف بتاعها هتفهم الكلام ده. التعريف بتاع الموصلات بيقول لي هي مواد تحتوي على وفرة من الإلكترونات الحرة. خلي بالك أنت عارف إن الإلكترونات سالبة الشحنة، يبقى هي شحنات كهربية ولكنها من النوع السالب. لذلك فهي جيدة التوصيل للكهرباء. يبقى خلي بالك الموصلات بتوصل الكهرباء علشان عندها إلكترونات حرة كتير. طيب أنواع أصلا المواد عندنا بالنسبة لتوصيل الكهرباء 3 أنواع. عندك موصلات وعندك أشباه موصلات وعندك عوازل. المواد الموصلة أو الموصلات هي مواد جيدة التوصيل للكهرباء علشان بتحتوي على إلكترونات حرة كتير. طيب المواد شبه الموصلة يعني يا دوب بتوصل في ظروف وظروف تانية بتوصلش فيها. بتوصل بس مش بقدر كبير علشان هي ما عندهاش وفرة من الإلكترونات الحرة بل عندها عدد محدود من الإلكترونات الحرة. طيب العوازل بقى، كلمة عازل للكهرباء يعني مش بيوصل كهرباء أصلا فبالتالي ما عندهوش إلكترونات حرة أو مش بيتوفر فيه إلكترونات حرة إلكترونات حرة كتير فبالتالي بنسميه عوازل زي الخشب والبلاستيك والحاجات ديت. معلكش تفسير الحاجات ده في منهجك ولكن لازم تكون فاهمها. خلي بالك بقى، في منهجنا إحنا هنتعامل مع الموصلات الصلبة فقط. يبقى خلي بالك الموصلات ديت ممكن مادة غازية توصل لي الكهرباء، ممكن مادة سائلة توصل لي الكهرباء زي الماء الغير نقي اللي عندنا في الحنفيات، وممكن مادة من الموصلات الصلبة زي مثلا الحديد أو النحاس بيوصل للكهرباء. احنا في منهجنا هنتعامل مع الموصلات الصلبة بس. يعني أي سوائل مش هيتعامل معاها، أي غازات مش هيتعامل معاها، احنا هنتعامل بس مع الموصلات الصلبة سواء كانت من الحديد النحاس الألمنيوم او اي نوع من المعادن او المواد الصلبة. يلا بينا نروح بقى للصفحة التانية. عندنا موضوع مهم جدا هنا في الصفحة التانية بيقول لي مكونات الدائرة الكهربائية. انت دلوقتي بتدرس التيار الكهربي صح؟
طيب التيار الكهربي اللي ماشي في بيوتنا ده، لما بتيجي توصل دايرة معينة أو تعمل دايرة عشان تمشي فيها كهرباء، لازم يكون الدايرة دي لها شروط عشان الكهرباء تمشي. الكهرباء بتمشيش كده وخلاص. لو انت مثلا عايز تشغل مروحة، عايز تشغل مصباح، عايز تشغل تلاجة، أي حاجة بتشتغل بالكهرباء، لازم عندك دايرة كهربية تكونها بشكلها الصحيح علشان الجهاز اللي عندك ده يشتغل بشكل بشكل صحيح. فخلي بالك بقى. رقم واحد كده، قال لك بطارية. بطارية زي بطارية الموبايل عشان تشغل الموبايل مثلا، بطارية زي بطارية العربية عشان تشغل العربية، بطارية زي حجر الريموت عشان يشغل الريموت كنترول. يبقى أي نوع من أنواع البطاريات، والبطاريات عندنا أنواع كتير. في الفيزياء أنت مش هتدرس أنواع البطاريات، ولكن هتدرسها في الكيمياء السنة دي إن شاء الله. يبقى خلي بالك، أول حاجة لازم يكون عندي بطارية. البطارية بنرمز لها بثلاث رموز، يا إما بنسميها في وجنبها بي صغيرة بنسميها في باتري، تمام، أو بنسميها اي ام اف، او بنسميها قاف دال كاف. الاتنين دول واحد، ولكن دي بالانجليزي ودي بالعربي، يبقى اي ام اف او قاف دال كاف. هو يعني ايه الاختصار القاف دال كاف ده بقى؟ قاف دال كاف معناها قوة دفعة كهربية. فخدت القاف وخدت الدال وخدت الكاف، فقلت لك قاف دال كاف على طول، بدل ما كل شويه في المسائل يقول لك القوه الدفعه الكهربيه، فممكن يقول لك قاف دال كاف كاختصار وانت تبقى فاهم هو يقصد ايه. يبقى قاف دال كاف، أو القوة الدافعة الكهربية للمصدر، بتسمى بالثلاث أسماء دول: في باتري، أو اي ام اف، أو قاف دال كاف. وبرضه ممكن أسميها بالمصدر الكهربي. البطارية عندنا في الدايرة هي مصدر المصدر الكهربي. رقم اتنين في المكونات بتاعة الدايرة، بيقول لي لازم يكون عندك مفتاح. طب المفتاح ده بعمل بيه إيه بقى؟ بتتحكم في مرور التيار، سواء أنت عايز تمرر تيار بتقفل مفتاح الدايرة، عايز التيار ما يمرش بتفتح الدايرة. طب المفتاح ده بنشبهه بالظبط كده، او هو اصلا عندنا في المنازل بتاعتنا زي الكوبس اللي انت بتضغط عليه عشان تشغل اللمبه. لما بتضغط عليه لتحت، ده معناه انت بتقفل الدايره، بتوصل السلكين ببعض من جوه. انت ما بتشوفش ده، ولكن ده بيكون في الجدار من جوه. لما بتوصلهم ببعض بيمر التيار الكهربي، فبالتالي اللمبه بتاعتك بتشتغل. لما انت بتضغط على الكوبس اللي فوق، ده معناه ان انت بتبعد السلكين عن بعض. لما السلكين بيبعدوا عن بعض مش بيمر تيار كهربي. يبقى دلوقتي انا المفتاح ده ممكن اقول لك ان هو بيتحكم في مرور التيار الكهربي من عدمه. يبقى خلي بالك، هو بيتحكم في امرار او عدم امرار التيار التيار الكهربي. يبقى المفتاح عندنا في الدايره مهم. طب رقم ثلاثة، لازم يكون عندك شوية أسلاك في الدايرة كده علشان توصل مكونات الدايرة ببعضها عن طريق الأسلاك، ولازم الأسلاك دي تكون من مواد موصلة أكيد. طيب رقم أربعة، الجهاز المراد تشغيله. جهاز مثلا لو أنت عايز تشغل ثلاجة، عايز تشغل مثلا مصباح أو لمبة يعني، أو عايز تشغل مثلا مروحة أو أيا كان، يبقى أنت عندك مكونات بسيطة للدايرة الكهربية. قدامك المكونات اهيت. لازم يكون عندك بطارية اللي بنسميها في باتري، او اي ام اف، او قاف دال كاف، او القوة الدافعة الكهربية، ده اختصار لقاف دال كاف، او المصدر المصدر الكهربي. لازم يكون عندك مفتاح. طب المفتاح ايه لازمته في الدايرة؟ علشان تتحكم في امرار التيار الكهربي من عدمه. طيب رقم ثلاثة، لازم يكون عندك اسلاك، والاسلاك تكون من مواد صلبة جيدة التوصيل للكهرباء علشان تشغل او تمرر التيار الكهربي خلالها. رقم أربعة، الجهاز المراد تشغيله وصله بقى في الدايرة. عندي الدايرة هنا بسيطة خالص اهيت، فيها المكونات اللي احنا بنتكلموا عليها. عندك البطارية بالشكل ده كده. رمز البطارية عندنا بيكون عصاية صغيرة وجنبها عصاية كبيرة. فخلي بالك بقى، العصاية الصغيرة بنحط عليها سالب، يعني هي عبارة عن قطب سالب، هتعرف الكلام ده قدام شوية. طب العصاية الكبيرة ديت بيعتبرها قطب موجب، يبقى هي بيرمز لمين؟ بيرمز للموجب أو الشحنات الموجبة. يبقى أنا عندي شحنات سالبة ممثلة بعصاية صغيرة، وعندي شحنات موجبة ممثلة بعصاية كبيرة، والاتنين لازم يكون بينهم عازل. يعني ايه بينهم عازل؟ يعني بينهم مسافة، مش متوصلين ببعض. خلي بالك، ده كده سلك وده كده سلك، وده القطب الموجب اللي هو الكبير ده، والقطب الصغير ده هو القطب القطب السالب. يبقى ادي السالب وادي الموجب. خلي بالك بقى، دي كده شكل البطارية، او بنسميه الرمز الاصطلاحي للبطارية عندنا. طب دلوقتي ده اللي موجود قدامك ده عبارة عن مفتاح. مفتاح مفتوح قدامك اهوت. لو انا قفلت المفتاح هقفله لتحت كده، هوصل النقطتين دول ببعض، فبالتالي هبقى قفلت قفلت الدايرة. وعندك المصباح اللي انت عايز تشغله اللي انا عملت عليه علامة ده، وعندك اسلاك موصلة الاجزاء ببعضها اللي هو باللون الاحمر. تعال نروح للموضوع اللي بعد كده. عندنا موضوع مهم جدا، بيقول لك شروط مرور التيار الكهربي في الدائرة الكهربية أو في دائرة كهربية. هو أنا عندي شروط معينة علشان التيار الكهربي يمر في دايرة. فخلي بالك معايا بقى، إيه الشروط اللي تخلي لي التيار الكهربي يمشي في الدايرة ويشغل الجهاز اللي أنا موصله، سواء كانت لمبة تشتغل، مروحة تشتغل، تلاجة تشتغل، أيا كان الجهاز الكهربي اللي أنا مشغله في الدايرة بتاعتي. قال لك عندك شرطين، ولازم الشرطين دول يتحققوا.
أول شرط فيهم وجود مصدر للكهرباء، مصدر كهربي، أو البطارية، يعني زي ما احنا اتفقنا اسمها البطارية. البطارية بالنسبة لي هي المصدر الإيه؟ المصدر الكهربي. أو بين قوسين كده ممكن أقول له وجود فرق في الجهد. في حاجة اسمها فرق في الجهد، دي هتعرفها قدام شوية. معلش الكلمة دي مهمة أوي أوي أوي، خليك بس معايا كده اعرفها دلوقتي لحد ما نجيلها أو الموضوع بتاعها يجي. يبقى خلي بالك وجود مصدر كهربي أو بطارية اللي هو اسمه وجود فرق في الجهد، واللفظ الأدق أصلا هو وجود فرق في الجهد ده. فخلي بالك بقى، وقدام شوية هنتعرف على فرق الجهد بالتفصيل في المحاضرة الجاية إن شاء الله. طب الشرط التاني ده كده الشرط الأولاني. الشرط التاني عندك اهوت هو وجود مسار مغلق يربط بين البطارية وأجزاء الدايرة. يبقى خلي بالك لازم أصلا يكون عندي مسار مغلق علشان التيار الكهربي يمشي. يبقى لو سألتك كده في سؤال وقلت لك ما شروط مرور التيار الكهربي في دائرة كهربية، هتقول لي لازم يكون عندي شرطين متحققين. أول حاجة تكون الدايرة بتاعتي فيها مصدر للكهرباء، ما اجيبش سلك كده واروح اوصله ببعضه من غير بطارية، مش هيوصل الكهرباء، مش هيمر تيار كهربي في السلك. لو جبت سلك فاضي كده ووصلت النقطتين بتوعه ببعض ومسكت السلك مش هتكهرب. لكن لو حطيت بطارية في النص، وبطارية يكون القوة الدافعة الكهربية بتاعتها أو قوة البطارية كبيرة شوية، مش مثلا حاجة الريموت تجيب بطارية كويسة كده وتوصل الأسلاك وتيجي ماسك أنت السلك ده من هنا بقى، كل سنة وأنت طيب. تمام. يبقى خلي بالك ما دام في مصدر للكهرباء هيمرر تيار كهربي، بس بشرط لازم يكون المسار اللي أنت عملته ده هو مسار مغلق. ما تروحش مثلا تعمل لي بطارية وعندك أسلاك وتخلي المسار مفتوح مش مسار مغلق، في فتحة من هنا كده. ما دام المسار مفتوح مش بيمر تيار كهربي. يبقى شروط مرور التيار الكهربي في دائرة كهربية عند شرطين لازم يتحققوا. أول حاجة وجود مصدر كهربي أو بطارية زي ما اتفقنا. تمام، مصدر كهربي هو البطارية عندي. أو وجود فرق في الجهد، قلت لك اعرف الكلمة دي مبدئيا كده بس لحد إيه، لحد ما نقولها إن شاء الله. بعد كده الشرط التاني والمهم، ولازم الشرطين يتحققوا مع بعض، لازم وجود بطارية لوحده ما يكفيش، لازم يكون المسار بتاعي مسار مغلق. مش المسار ده كده مش هيمر فيه تيار كهربي، ولكن المسار اللي عندك ده يمر فيه تيار كهربي. طب عندي دايرة بسيطة مكونها عندك اهوت، ادي البطارية، العصاية الصغيرة والعصاية الكبيرة زي ما اتفقنا، قطب سالب وقطب موجب. قلت لك الصغير ده دايما هو الشحنات السالبة، والكبير هو الشحنات الايه الموجبة. بعد كده بيمر التيار علشان المفتاح هنا مغلق، عندي مسار مغلق اهوت، فبالتالي المصباح اللي عندي ده بينور، بيطلع ايه، بيطلع إضاءة. خلي بالك شروط مرور التيار الكهربي في دائرة كهربية زي ما قلنا: وجود مصدر كهربي أو بطارية أو فرق في الجهد، وجود مسار مغلق يربط بين البطارية وأجزاء الدائرة. يلا بينا نروح الموضوع اللي بعد كده. دلوقتي عندنا موضوع مهم. بعد ما تعرفنا على التيار الكهربي وشروط مروره في دايرة، هنتكلم على موضوع مهم خالص وهو اتجاه التيار الكهربي. هل التيار الكهربي ليه اتجاه ولا بيمشي كده في أي اتجاه زي ما هو عايز يمشي وخلاص؟ أكيد طبعا ليه اتجاه معين، لأن احنا بنعمله دوائر كهربية بسيطة علشان نشغله كله جهاز معين. زي مثلا انت كده لو دخلت الأوضة بتاعتك وضغطت على الكوبس بتاع اللمبة، اللمبة بتشتغل. أكيد مثلا مش لما تضغط على الكوبس بتروح التيار يجي ماشي مشغل التلاجة جوه ولا مشغل مروحة في أوضة مختلفة. يبقى خلي بالك، يبقى احنا اكيد بنوجه التيار الكهربي زي ما احنا عايزين. ده معناه ان هو ليه اتجاه معين ممكن اتحكم في اتجاهه. طب اتجاه التيار الكهربي ده يا شباب، وركز معايا بقى، عندي اتجاهين للتيار الكهربي. اول حاجه بنسميه الاتجاه الاصطلاحي، يبقى الاتجاه الاول بنسميه الاتجاه الاصطلاحي. كلمة اصطلاحي معناه اصطلح عليه أو انتشر ما بين الناس. وبنسميه برضو بين قوسين كده هو الاتجاه التقليدي. يبقى كلمة الاصطلاحي والتقليدي الاتنين معنى واحد. تمام. لو قلت لك الاتجاه الاصطلاحي في المسائل هو الاتجاه الايه، الاتجاه التقليدي. فركز معايا الله يكرمك كده، وواحدة واحدة. الكلام سهل وبسيط، عايز بس منك شوية تركيز وهتلاقي الدنيا ماشية معاك في الفيزياء تمام خالص. يبقى احنا اتفقنا دلوقتي ان احنا عندنا اتجاه للتيار الكهربي بنسميه الاتجاه الاصطلاحي، واللي هو الاتجاه التقليدي. طب كلمة تقليدي جت منين؟ كلمة تقليدي هي بتوازي في المعنى كلمة اصطلاحي. احنا عندنا حاجة بنسميها العادات والتقاليد. ايه كلمة العادات والتقاليد؟ يعني حاجات منتشرة بين الناس، حاجات اتعودنا عليها فسميناها عادات وتقاليد. عشان كده بقول لك كلمة اصطلاحي هو حاجة انتشرت ما بين الناس، اتجاه انتشر ما بين الناس والناس كلها عرفته واشتغلت بيه. كلمة تقليدي ليها نفس المعنى برضو، بقى تقليد ما بين الناس يعني كل الناس ايه بتشتغل بيه. طب الاتجاه ده بقى أول اتجاه للتيار الكهربي. طب الاتجاه التاني من اسمه عندي الاتجاه الفعلي، يبقى الاسم كده اسمه الاتجاه الايه، الاتجاه الفعلي. يعني من الآخر هو الاتجاه اللي بيحصل بالفعل.
تمام؟ يبقى ده الاتجاه الحقيقي او الاتجاه اللي بيحصل بالفعل. ودلوقتي هنعرف الفرق ما بين الاتنين. الاتجاه الفعلي بنسميه برضو بين قوسين كده الاتجاه الالكتروني. يبقى خلي بالك الفعلي والالكتروني هما الاتنين بمعنى واحد. لو قلت لك في الاسئله او المسائل الاتجاه الفعلي تفهم من ده على طول اللي هو برضو الاتجاه مين؟ الاتجاه الالكتروني. يبقى الاتنين دول زي بعض، والاتنين دول زي بعض، لكنهم هما الاتنين مختلفين عن بعض. تمام؟ يبقى الاصطلاحي هو التقليدي والفعلي هو الالكتروني، ولكن الاصطلاحي والتقليدي مش هما الفعلي والالكتروني. ركز معايا بقى. هو ايه الاتجاه الاصطلاحي ده؟ الاتجاه الاصطلاحي هو اتجاه التيار الكهربي من القطب الموجب للقطب السالب خارج المصدر. وقلت لك المصدر يعني البطارية. طب ركز معايا. عند الرسمة بتاعت الاتجاه الاصطلاحي قدام اهيت، قلت لك ده كده عبارة عن ايه؟ عبارة عن بطارية. القطب الكبير ده بنسميه قطب موجب، حاطط عليه موجب فوق اهوت. والقطب الصغير ده بنسميه قطب ايه؟ قطب سالب. ركز معايا. بيقول لك الاتجاه ده معناه ان التيار الكهربي بيمشي من القطب الموجب اللي هو الكبير دهوت لحد القطب السالب، ولكن خارج المصدر، يعني خارج البطارية. خارج البطارية اللي هو منين يعني؟ اللي هو في الأسلاك اللي بره أو في الدائرة الخارجية بيمشي كده. يبقى خلي بالك الراجل ده رحلته بتمشي مع السهم الأحمر اللي قدامك ده، بيمشي بيطلع من القطب الإيه؟ القطب الموجب، وبعد كده بيكمل رحلته في الدائرة الخارجية لحد ما يوصل للقطب السالب. عشان كده قلت لك هو بيمشي من القطب الموجب للقطب السالب خارج البطارية، يعني مش جوه البطارية نفسها. وما دام أكدت عليك إن هو خارج البطارية، يبقى أكيد في اتجاه تيار كهربي في قلب البطارية من جوه. ركز معايا بقى. الكلام ده احنا هناخده تفصيلة صغيرة فيه، ولكن الشرح بالتفصيل مش عليك في الفيزياء، لكن هتدرسه في الكيمياء إن شاء الله. ركز معايا. الراجل المحترم ده أو التيار الكهربي عبارة عن واحد ماشي في مسار حوالين نفسه، مسار دائري. يعني كأن في واحد واقف هنا كده وهيمشي في مسار ايه؟ دائري، هيلف حوالين نفسه. ما ينفعش يقف، لأن التيار الكهربي لو وقف أو الشحنات بتاعته وقفت مش هيبقى فيه تيار كهربي خلاص. فالراجل ده ما ينفعش لما يمشي من القطب الموجب يروح للقطب السالب يقف، لازم هيكمل. فهيكمل ازاي؟ هيجي ماشي داخل المصدر أو داخل البطارية من جوه. ركز معايا بقى. يبقى هو خارج المصدر او في الاسلاك اللي بره هيطلع من الموجب للسالب. وانا قلت لك ما ينفعش يقف عند السالب، كانه ماشي حوالين نفسه، لازم يكمل مساره عشان التيار يفضل ايه؟ يفضل شغال. فانت هتقول لي خلاص يبقى هيكمل من القطب السالب داخل المصدر، يعني داخل البطاريه نفسها في الاتجاه ده كده، ويعدي على القطب الموجب. ولما يروح للموجب هيطلع في الدائره الخارجيه لحد السالب تاني، ويوصل للسالب يروح للموجب من داخل البطاريه. يبقى انا عندي اتجاهين عكس بعض. اتجاه خارج البطاريه اللي انا بنسميه خارج المصدر، اللي انا بنسميه في الاتجاه الاصطلاحي ده من القطب الموجب للقطب السالب. طيب وداخل المصدر يا شباب خلي بالك بقى بيمشي من القطب السالب للقطب الموجب. يبقى داخل المصدر بيمشي من القطب السالب للموجب. هنا في خطأ مطبعي بس. ومن القطب الايه؟ خليها من القطب السالب للقطب الموجب. يبقى دي غلطة في الكتابة بس، وانا بصمم لك الورق ده ما خدتش بالي ايه؟ ما خدتش بالي منها. يبقى ركز بقى. يبقى داخل المصدر عكس دايما خارج المصدر. في الاصطلاح خارج المصدر من الموجب للسالب، ولكن داخل المصدر بيعدي في نفس الاتجاه من السالب للموجب. يبقى ركز بقى. انت دايما كده فكر نفسك ان التيار الكهربي ده عبارة عن واحد ماشي في دايرة ما ينفعش يقف، يعني ما ينفعش يروح من الموجب للسالب ويرجع تاني، لا هو دايما بيمشي في مسار ايه؟ في دايرة حوالين نفسه. فهيمشي مرة خارج المصدر، لو مشى من الموجب للسالب هتلاقيه داخل المصدر العكس، يعني بيكمل من السالب لحد الموجب، بيعدي من جوه البطارية علشان يروح في الدايرة الخارجية تاني. يلا بقى بينا نروح للاتجاه الفعلي أو الإلكتروني. قال لك هو اتجاه التيار الكهربي من القطب السالب للقطب الموجب خارج المصدر أو البطارية. فخلي بالك، أدي القطب السالب عندي وادي القطب الموجب. الراجل ده بيطلع من السالب خارج المصدر يعني في الاسلاك اللي بره لحد ما يروح للموجب الناحيه التانيه. يبقى ركز معايا عكس اللي حصل في الناحيه الايه؟ في الناحيه التانيه اللي هو الاتجاه الاصطلاحي. يبقى الاتجاه الفعلي هو اتجاه الشحنات او اتجاه التيار الكهربي من القطب السالب، السالب مش الموجب زي الايه؟ زي الاصطلاحي. من السالب للموجب خارج المصدر. طب وبعد كده بيكمل من الموجب للسالب من داخل المصدر. عشان قلت لك هو عباره عن واحد ماشي في دايره ما ينفعش يقف، صح؟ لو وصل هنا مثلا عند السالب لازم يكمل عشان يروح ايه؟ يروح للموجب الناحية التانية. طب وصل للموجب بيكمل وبيعدي للسالب وهكذا. يبقى الراجل ده لازم يكون ماشي ايه؟ ماشي في دايرة كده، كأنه ماشي في دايرة ما بيوقفش خالص. يبقى خارج المصدر شباب بيطلع من القطب السالب للقطب الايه؟ الموجب. طب خلي بالك بقى، داخل المصدر بيمشي منين؟ داخل المصدر بيمشي من القطب الموجب للقطب السالب. يبقى بيكمل من الموجب عشان يروح للايه؟ للسالب. ده داخل البطارية من جوه.
داخل البطارية من جوه. ده كده كان اتجاه التيار الكهربي. عندك اتجاهين، خلينا نعيد الكلمتين دول تاني: اتجاه اصطلاحي واللي هو التقليدي، والاتجاه التاني كان اسمه الفعلي اللي هو الإلكتروني. طيب عندي دلوقتي حاجتين: الاتجاه خارج المصدر والاتجاه داخل المصدر. لازم تكون عارف الكلمتين دول بس. هتقول لي في الاتجاه الاصطلاحي، الاتجاه يا شباب خارج المصدر بيكون من الموجب للسالب، وداخل المصدر من السالب للموجب، عكسه يعني. طب هنا الاتجاه الفعلي، الاتجاه الفعلي بيكون خارج المصدر او خارج البطاريه من السالب للموجب. تمام. طب داخل المصدر عكس الموضوع ده، من الموجب للسالب، لانه بيكمل الدوره بتاعته، او بيكمل كانه ماشي في ايه، ماشي في دايره. لازم تكون عارف الكلمتين دول بس في اتجاه التيار الكهربي. يلا بينا نروح للسبوره او الورقه اللي بعد كده. في الشكل اللي قدامك ده بيبين لك ايه اللي بيحصل بالضبط في الدايره الكهربائيه. طيب ركز معايا كده. احنا دلوقتي قلنا ان احنا عندنا اتجاهين للتيار الكهربي: اتجاه الناس بتقول فيه اسمه اتجاه اصطلاحي او اتجاه تقليدي، وده منتشر ما بين الناس، وكان بيقول لك ان الشحنات الكهربية بتمشي من الموجب للسالب. وناس تانيين بيقول لك لا، احنا عندنا اتجاه تاني اسمه اتجاه الفعلي او اتجاه الالكتروني، وده بيمشي فيه من السالب للموجب. طبعا هنا بنتكلم خارج الايه، خارج المصدر، والعكس داخل المصدر طبعا. طب دلوقتي واحد ممكن يسأل سؤال: هل ده منطقي يا مستر؟ هل ده في اتجاه تيار كهربي يمشي في اتجاهين؟ مش ده المفروض هيقابلوا بعض؟ قال لك بقى ركز معايا. الاتجاه الاصطلاحي او الاتجاه التقليدي اللي احنا بنقول عليه انه بيمشي من الموجب للسالب خارج المصدر، ده مش اللي بيحصل بالظبط. تمام. اللي بيحصل يا شباب عندنا هو الاتجاه الفعلي او الالكتروني. طب ركز معايا بقى كده وتعالى نشوف ايه اللي بيحصل. في الدايره هي كبرناها وكبرت لك السلك عشان نشوف ايه اللي جوه السلك نفسه. يبقى خلي بالك ده كده عبارة عن السلك، ولكن احنا ايه، ان احنا كبرنا السلك بس عشان نشوفه ايه اللي جواه. طب دلوقتي ديت كده عبارة عن البطارية. البوكس اللي قدامنا ده هو عبارة عن البطارية. واحدة واحدة بقى. انا قلت لك قطب سالب. يعني ايه قطب سالب؟ قطب سالب يعني متراكم عليه شحنات سالبة كتير، الكترونات، والالكترون بنرمز له بالرمز اي وعليه سالب من فوق. يبقى خلي بالك ده كده قطب سالب، معناه ان هو لوح كده بيكون في البطارية من جوه متراكم عليه شحنات سالبة كتير. طب قطب موجب، قطب موجب معناه ان هو لوح متراكم عليه شحنات موجبة كتير. هنا مثلا زي النحاس، وهنا زي الخرسيم، وهكذا. هتدرس الكلام ده بالتفصيل في الكيمياء ان شاء الله، لكن في الفيزياء ما عليكش تفاصيل اكتر من كده. ركز معايا بقى. السلك يا شباب ده بيتكون من ذرات، والذرة انت عارف ان هي بتتكون من شحنات موجبة وشحنات سالبة. يبقى انا عندي موجب وعندي سالب. لما اقول لك ان انا عندي سالب نهوت وعندي سالب هنا، يعني سالب اللوح بتاع البطارية وسالب الإلكترونات الموجودة فين، الموجودة في السلك نفسه، المادة الموصلة اللي أنا موصلها، السلك اللي أنا موصله بالدايرة يعني. طب دلوقتي عندي سالب وسالب، ده معناه شحنة سالبة جنب شحنة سالبة. كنت دارس الكلام ده في الإعدادي. لما بنلاقي شحنتين متشابهتين جنب بعض بيحصل ما بينهم قوة كهربية، والقوة ديت ما دام من نفس النوع بيتنافروا مع بعض. مفيش حد بيحب الايه اللي زيه، فيقول لك خلاص ده هيتنافر يعني هيمشي كده، وده هيتنافر يعني هيمشي كده لو كان ليهم حرية الحركة. تمام. يعني هما لو ملهمش حرية الحركة هيتنافروا مع بعض ولكن مش هيمشوا. هيأثروا على بعض بقوة. تمام. لكن لو ليهم حرية الحركة، اللي ليه حرية الحركة هيمشي، هيتنفر ويمشي بقى. ركز معايا. أنا عندي دلوقتي نوعين: شحنات سالبة موجودة على اللوح بتاع البطارية، وشحنات سالبة موجودة في الإلكترونات اللي هي موجودة أصلا في السلك. هيتنافروا مع بعض. طب إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل إن لازم تكون عارف التفصيلة ديت. الشحنات السالبة بتاعة البطارية أو لوح البطارية هي شحنات في مكانها، مش بتغادر البطارية، يعني مش بتطلع بره. يعني دي شحنات واقفة إيه؟ واقفة مكانها، ليها حرية الحركة في البطارية بس. ولكن الشحنات السالبة الموجودة في السلك ليها الحرية إن هي تتحرك في السلك كله. يعني ممكن مثلا واقف بإلكترون هنا، لقيت إن الشحنة السالبة بتاعة اللوح بتاع البطارية بترازيني، فهتنفر معاها وامشي في السلك لحد ما اروح للقطب الموجب. يبقى خلي بالك الالكترونات الموجودة في السلك ديت كلها هتتنفر مع اللوح السالب وتمشي في الدايرة في الاتجاه ده كده لحد ما تروح للقطب الموجب. في نفس الوقت خلي بالك بقى، انا عندي موجب قطب موجب اهوت اللي هو بتاع البطارية، وعندي في الأسلاك من جوه شحنات سالبة زي الإلكترونات. هلاقي ده موجب مع سالب، دول بيحبوا بعض، الموجب والسالب بإيه، صحاب. فخلي بالك بقى، لما الاتنين أو الشحنتين الكهربيتين دول بيكونوا عكس بعض، يعني واحدة موجب واحدة سالب مش شبه بعض، يعني بيحصل بينهم قوة تجاذب. يعني خلي بالك عند حاجتين بيحصلوا: إن السالب بتاع الإلكترون الموجود في السلك
بيتنافر مع السالب اللي هو باللوح بتاع مين؟ بتاع البطارية، بيتنافروا مع بعض. فالإلكترون السالب ده بيقول له أنا همشي وأسيبك، أنت بتتنافر معايا وترز فيا، خلاص أنا همشي في السلك أروح منطقة تانية. يلاقي مين اللي بيشد ويقول له تعالى عندي؟ يلاقي الموجب بتاع البطارية. ما أنت خلي بالك، أنت عارف إن الموجب والسالب خلاص بيحصل بينهم قوة تجاذب، فبالتالي بيجذبوا. يعني عندك حاجتين بيحصلوا، إن السالب هنا بيتنافر مع السالب هنا وبيمشي كده، وفي نفس الوقت الموجب دوت بيجذب مين يامو؟ بيجذب السالب بتاع الايه؟ بيجذب السالب بتاع السلك نفسه، او اللي هو الالكترونات الموجوده في السلك. ركز معايا بقى في اللي بيحصل دلوقتي. انا قلت لك في بدايه المحاضره بتاعتنا إن التيار الكهربي ده عبارة عن شحنات بتتحرك سواء كانت سالبة أو موجبة. طب دلوقتي إيه اللي حصل؟ التنافر اللي حصل ده خلالي الإلكترونات بتاعة السلك تمشي في المسار دوت كده، تمشي في السلك لحد ما هتروح للقطب الموجب. يبقى شحنات اتحركت في مسار مغلق ومشت، ده هيولد لي إيه؟ هيولد لي تيار كهربي. يبقى ده اللي بيحصل بالفعل، وده الاتجاه الفعلي أو الاتجاه الإلكتروني. سميته الإلكتروني ليه؟ سميته الإلكتروني عشان بيصف حركة الإلكترونات. خلي بالك، يبقى ده اللي بيحصل، مش الاتجاه التقليدي او الاصطلاحي اللي بيحصل. اللي بيحصل في الفعل في الدايره الكهربيه هو الاتجاه مين؟ الاتجاه الفعلي او الاتجاه الالكتروني. هتقول لي طب يا مستر دلوقتي عندي سؤال، هو ما دام ده هو اللي بيحصل بالفعل، ايه لازمه ان احنا ندرسه التيار الاصطلاحي؟ او التيار الاصطلاحي اصلا والتقليدي ده اللي هو بيقول لي انه بيتحرك من الموجب مش من السالب، ايه لازمه ان احنا ندرسه وهو اصلا غلط، مش الاتجاه اللي بيمشي او اللي بيحصل في الدايره بالظبط؟ خلي بالك بقى، زمان يا شباب اكتشفوا الكهرباء قبل ما يكتشفوا الإلكترون. يعني هم كانوا عارفين إن الكهرباء ديت في حاجات بتولد كهرباء، لو أنت مسكتها هتموت، هتتكهرب وتموت. لكن ما كانوش عارفين الكهرباء دي بتتكون من إيه بالظبط. هو في حاجات بتكهرب بتموت، ولكن مش عارفين الكهرباء من جوه هي عبارة عن إيه. يعني دلوقتي هم اكتشفوا الكهرباء قبل أصلا ما يكتشفوا إن في حاجة اسمها إلكترون في الكون. فهم اعتبروا من غير دليل كده إن الشحنات الكهربية ديت أو الكهرباء عبارة عن شحنات موجبة. فالناس قالت لك ما دام هي شحنات موجبة، يبقى بتتحرك من القطب الموجب اللي شبهها وتروح للقطب السالب. فاصطلحوا على ده وخلاص، الاتجاه ده بقى اتجاه تقليدي والناس كلها عملت بيه، وحطوا كل الفروض والنظريات والقوانين بناء على ده، ان الكهرباء عبارة عن شحنات موجبة فبتتحرك من القطب الموجب للقطب الايه؟ للقطب السالب. ولكن بعد اكتشاف الالكترون اكتشفوا اصلا ان الكهرباء بتتكون من شحنات سالبة. ده احنا كلامنا كله على الموصلات الصلبة. الشحنات السالبة هي الشحنات المتحركة في الموصلات الصلبة، فبالتالي هي اللي بتعمل لي تيار كهربي. في واحد ممكن يسأل سؤال، يقول لي ما انت عارف ان السلك بيتكون من الكترونات شحنات سالبة، وبيتكون من جزيئات موجبة شحنات موجبة اهيت، وانت بتقول لي ان السالب اتنافر مع السالب فتحرك في الاتجاه ده كده، وما دام هو شحنة كهربية او شحنة بتتحرك هتعمل لي كهرباء. طب ليه الموجب اللي موجود هنا ما تنافرش مع موجب البطارية وماشي هو كمان في الاتجاه ده كده وراح للسالب من بره؟ هقول لك حلو، سؤال جميل. خلي بالك بقى، في تفصيلة صغيرة لازم تكون فاهمها، إن اللي ليه حرية الحركة هنا هو الإلكترونات بس، عشان كده بنسميها إلكترونات حرة، يعني حرة الحركة. لكن الجزيئات الموجبة الموجودة في الموصلات الصلبة ملهاش حرية الحركة. يعني إيه ملهاش حرية الحركة؟ يعني ما بتقدرش تنتقل من مكان لمكان تاني، ولكنها بتتحرك حركة اهتزازية في مكانها. يعني خلي بالك، الجزيء الموجب اللي جوه السلك واقف هنا كده، فبيتحرك لفوق ولتحت، بيتحرك في الجنبين او على الجانبين حركة اهتزازية في موضوعه، لكن ما بيقدرش ابدا يسيب مكانه ويروح لمكان تاني. فبالتالي ما اقدرش اقول ان هو بيعمل لي كهرباء. يعني قلت لك علشان يحصل كهرباء لازم شحنة سواء كانت موجبة او سالبة تمشي من مكان لمكان تاني في مسار ايه؟ في مسار مغلق. فخلي بالك بقى، التفاصيل اللي مكتوبة باللون الأصفر ده هو اللي بيبين لك الموضوع. هنا كده أنا كاتب لك إيه؟ كاتب لك قطب سالب، يعني لوح داخل البطارية متراكم عليه شحنات سالبة. كاتب لك هنا برضو قطب موجب، يعني لوح داخل البطارية متراكم عليه شحنات موجبة. طب هنا كده قلت لك يحتوي السلك على إلكترونات حرة كثيرة جدا لها القدرة على الانتقال. يبقى إلكترونات حرة كتير خالص ليها القدرة على الانتقال من مكان لمكان آخر، وده اللي بيعمل لي كهرباء، عشان قلت لك الكهرباء هي عبارة عن انتقال شحنات من مكان لمكان تاني. طيب دلوقتي بقى ركز معايا، هنا برضو نفس الكلام، السلك يحتوي على جزيئات موجبة كتير جدا برضو، ولكن تتحرك حركة اهتزازية في موضعها. كلمة مهمة جامد، خلي بالك، بتتحرك حركة اهتزازية في موضعها، فبالتالي مش بتعمل لي كهرباء. هتقولي ما هو بيتحرك، مش المفروض الحركة تعمل لي كهرباء؟ لا، الحركة من موضع أو من مكان لمكان تاني، يعني لازم الشحنة ديت تمر من مكان لمكان تاني، لكن لو اتحركت في مكانها فهي كده ما غيرتش مكانها، يبقى مش هتعمل لي تيار كهربي. يبقى ركز معايا الله يكرمك،
التيار الكهربي عبارة عن شحنات موجبة أو سالبة، شحنات بنسميها شحنات كهربية سواء كانت سالبة أو موجبة، بتتحرك من مكان لمكان تاني. لكن لو بتتحرك في مكانها حركة اهتزازية زي الجزيئات الموجبة اللي هنا ما بتعمليش تيار كهربي. وده تفسير ان انا قلت لك اللي بيحصل بالفعل في المواد الصلبة هنا او الموصلات الصلبة. التيار الكهربي هو عبارة عن انتقال الشحنات السالبة، يعني اللي بيحصل بالفعل عندنا هو الاتجاه الفعلي او اللي بنسميه الاتجاه الالكتروني مش الاصطلاحي. يبقى خلي بالك الله يكرمك، في الموصلات الصلبة الاتجاه الفعلي اللي هو بيقول لي ان هو بيمشي خارج المصدر من السالب للموجب، وانا اكتشفت الكلام ده. طب دلوقتي بقى، ما دام الشحنات السالبة أو الإلكترونات الحرة هي اللي بتتحرك أو ليها القدرة على الحركة من مكان لمكان تاني وبتعمل لي كهرباء، دلوقتي هتتحرك من القطب السالب تروح في السلك، تمشي في السلك لحد ما توصل للقطب الموجب. طب وبعدين انت قلت لي ان الشحنات ديت المفروض تمشي في دايره، في دايره مغلقه وتكرر الحركه بتاعتها ما توقفش. انت كده قلت لي ان هي وقفت من السالب راحت لحد الموجب وقفت، لا ما وقفتش. خلي بالك بقى، لو تلاحظ ان انا راسم لك هنا، خلينا بلون مختلف بس عشان يبقى الموضوع واضح بالنسبه لك. ركز بقى، الشحنات السالبة أو الإلكترونات لما وصلت هنا، شايف أنا راسم لك هي نزلت منين؟ نزلت من تحت وكملت تاني. فالشحنات دي أصلا بتمشي من السالب لحد الموجب من بره، وبعد كده بتمشي داخل البطارية من الموجب تروح للسالب. تمشي من الموجب تروح إيه؟ تروح للسالب. فهي كأنها واحد بيتحرك أو ماشي في دايرة كده حوالين نفسه، ما بيوقفش خالص، ما ينفعش يوقف، لأن وقفته ديت معناها عدم مرور تيار كهربي، أو التيار الكهربي هيقف مش هيشتغل. كأن بالظبط إن أنا فتحت مفتاح الدايرة اللي عندي ديت، فبالتالي التيار الكهربي مش هيمر. ركز الله يكرمك، السبورة اللي قدامك ديت أو الورقة اللي قدامك محتاجين نعرف فيها شوية حاجات. محتاجين نعرف أولا إن البطارية بتتكون من قطب سالب وقطب موجب، وقطب سالب معناه تراكم شحنات سالبة كتير على القطب ده، وقطب موجب معناه تراكم شحنات موجبة كتير على القطب الموجب ده. طب ركز بقى وخلي بالك، السلك نفسه، الأسلاك اللي أنا بوصلها بتاعة اللمبة اللي أنا بوصلها من الفيشة عندي لحد اللمبة أو من الكوبس لحد اللمبة، السلك ده بيكون سلك صلب. طب سلك صلب لو دخلت جوه السلك هشوف إيه؟ هشوف إلكترونات حرة كتير، وهشوف جزيئات موجبة كتير. عندي دلوقتي حاجتين لازم تعرفهم عن الشحنات السالبة أو الإلكترونات، والشحنات الموجبة أو الجزيئات الموجبة ديت. ركز معايا بقى، الشحنات السالبة والإلكترونات ليها حرية الحركة، يعني الانتقال من مكان لمكان آخر، بتتحرك براحتها في السلك كله، فبالتالي هي اللي بتمشي في المسار المغلق، فبالتالي هي اللي بتعمل لي التيار. طب الجزيئات الموجبة يا شباب، الجزيئات الموجبة بتتحرك حركة اهتزازية في مكانها، لكن ملهاش القدرة أبدا، بتفضل مقيدة في مكانها، ملهاش القدرة أبدا إن هي تسيب مكانها وتروح لمكان تاني، يعني تمشي في المسار اللي عندي، فبالتالي ما بتقدرش تتدخل في التيار الكهربي ولا بتعمل لي تيار كهربي. يبقى ركز معايا، الشحنة اللي بتعمل لي تيار كهربي هي الشحنة اللي بتتحرك، اللي هي ليها حرية الحركة من نقطة لنقطة تانية، ليها حرية الحركة، لكن لو اتحرك في مكانها ما بتعملش تيار كهربي. طب دلوقتي بقى، كل الموصلات اللي عندنا في المنهج هي موصلات من النوع الصلب. يبقى أنا لو سألتك وقلت لك الشحنات اللي بتسبب لي تيار كهربي في منهجنا أو في الموصلات الصلبة هي عبارة عن شحنات، هتقول لي شحنات سالبة الشحنة. يبقى ركز معايا، شحنات سالبة. طب الشحنات السالبة يعني هي إيه بالظبط؟ هتقول لي إلكترونات. يعني هتقول لي شحنات سالبة الشحنة بين قوسين اللي هي مين؟ اللي هي الإلكترونات. لكن الجزيئات الموجبة مش بتعمل لي تيار يا شباب، الجزيئات الموجبة مش بتعمل لي إيه؟ مش بتعمل لي تيار. دول المعلومتين اللي عايزك تعرفهم بس في الرسمة اللي قدامك أو السبورة اللي قدامك ديت. يلا بينا نروح للسبورة اللي بعد كده أو الصفحة اللي بعد كده، فيها كلمتين بساط احنا لسه واخدينهم بس بأكد لك عليهم. تجاذب وتنافر الشحنات الكهربية، قلت لك الشحنات الكهربية يا إما شحنة سالبة يا إما شحنة موجبة. طب إيه اللي بيحصل بالظبط بقى لو حطيت شحنتين جنب بعض؟ خلي بالك، لو حطيت سالب جنبه سالب، شحنتين سالبتين جنب بعض، هيحصل تنافر. مفيش حد بيحب الشبه في الشحنات. لو أنا سالب وحطيت جنب سالب هيحصل هنا إيه؟ هيحصل تنافر، فبالتالي هيكون هنا في قوة تنافر ما بين الاتنين. طب لو حطيت موجب مع موجب يعني متشابهين برضو هيحصل نفس الكلام، فهيحصل تنافر. طب لو حطيت واحدة من ديت وواحدة من ديت، يعني حطيت واحدة موجبة وواحدة سالبة، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل هنا قوة تجاذب. لازم تكون عارف اللي بيحصل في الثلاثة دول يا شباب أو الثلاث حالات دول ما بين الشحنات وبعضها علشان تقدر تفهم تفسير الكلام اللي احنا قلناه فوق. يلا بينا نروح للسبورة اللي بعد كده.